يلا شايف اخوي ابراهيم، هاي كل 15 يوم بدنا نشتغل هالشغلة. سبحان الله. سبحان رب العالمين. تحياتي يا اخي ابراهيم لك وللمشاهدين وكل الاخوة المربين. وحبيت اهدي هذا المقطع لاخوي ابراهيم، جزاك الله خير. تاني حاجة يا وعلقنا عن شباب، الموضوع. العيب ماشي اخي اللي في ابراهيم، شوف الأرنب سبحان في الله. السلالات اللي قدامكم ديت هو عيب شائع في بعض سلالات الأرانب في داخل مصر وخارج مصر. شايف هي ما الأول شاء قبل ما الله، نتكلم هاي نوع احجام الأرنب اللي عملاق، أخونا محمد السوري ماسكه ده بس نوع اشتريناها الأرنب مو من مصدر الفلندر موثوق. العملاق اللي اللي اشتريناها من بيوصل عنده لوزنه من غشنة. ماشي، وانصحاني كل الاخوة من المربين 7 ما كيلو ل يشتروا ارانب 12 الا كيلو، من بيوصل مصدر موثوق. وزنه من 7 شو كيلو ما ل شاء الله. 12 كيلو. شايف هو يا بيقول ابراهيم، زي ما انتم شايفين انا اشتريته عندنا من عند احجام واحد عملاقة ما وغشني. شاء الله. اعمل ايه؟ 10 طبعا يا 10 شباب كيلو. الأرانب ديت الحل الوحيد فيها مع الاسف الاستبعاد، الحل الوحيد فيها نحن هاي هو خلينا للحم، الاستبعاد. ما ما ينفعش يا شباب يعني ان شاء إيه، الله ننتج منها للحم بس، كسلالة نبيعها لحدا لا. تحياتي ما ينفعش يا لاخوي شباب ابراهيم وكل المشاهدين. أرنب زي ده على نعمل راسي يا منه اخي سلالات، ابراهيم، لأن اشكرك دي بيبقى عيب. طبعا انتوا واشكر عارفين كل إن الأرانب المتابعين بتبقى أكتر من قناة اخوي 370 ابراهيم. جين في الأرنب الواحد. يعني ممكن الأرنب سلام يطلع اخوي ابراهيم، شلونك؟ 370 نوع أرنب تاني. اخوي فدي ابراهيم من عايش عامل الاسباب. وراثي شو غير الاسباب؟ جيد. يعني دي أرنب كبر بيقول لك السنون، العامل الوراثي بتاعي عم تطول الخلفات السنون، عندي بدنا هيبقى فيها نفس يعني المشكلة بالشهر بتاعت الأسنان ديت، بدنا نقص مرتين. وهتضطر انت تعمل كده كل ماشي اخوي 10 او ابراهيم. 15 يوم. طب اخونا عنده مثلا عدد 10 او 12 او 15 هاي كل ارنب، 15 كلام يوم بدنا سليم يا نقص. شباب، عنده 10 12 ماشي اخوي 15 ارنب. ابراهيم. طب لو واحد عنده مزرعه والسلالات كلها عملت شايف بالطريقه اخوي دي طبعا ما ابراهيم، يعرفش بدنا كل يشتغل في القصه 15 ديت. يوم وحتى بدنا نقص الارنب سنون الفطام الارنب. برضه يا شباب يعني ما عندنا بيعرفش مشكلة ياكل. يعني وما حتى بدنا نخلي الفطام ما منها بيعرفش ياكل. يعني انتاج فاحنا فراخ او عايزين شيء. وانت بتجيب رجعت السلالات تاخد تعذبنا. بالك من سنان الارنب، ايوه تاخد بالك من ودان سبحان الارنب، تاخد الله، بالك هي من عينين سلالة الارنب، تاخد بالك من نحن ظهر بنشتريها، الارنب، يعني مو سلالة من تاخد عندنا. بالك من الجرف في الارنب، تاخد بالك من واحجام العنقوب، عملاقة تفرز يعني السلاله ما شاء الله. فرز جيد جدا. شيخ وطبعا ابراهيم، زي ما احنا قايلين يا شباب اهم حاجه في شراء السلالات يعني انك انصح تشتري من كل مصدر واحد موثوق منه، ما تشتريش من بده اي يشتري مكان سلالة يعرف شو وخلاص. هي، كلام سليم يا شباب. يعني طيب مو هل عشوائي. المشكله ديت هو بعد ما يعالجها كده ماشي يا هتخف؟ طبعا ابراهيم، لا، هاي هو نفسه كل قال لكم في الفيديو يعني يعني كل 15 يوم 15 بدنا يوم نقص. بكرر سبحان الله. نفس المشكله، كل وفي 15 يوم عناء بكرر وعذاب لنا نفس وللارنب. المشكله. طيب يعني الخلاصه ايه؟ نعمل ايه في الارانب ديت؟ الارانب ديت يا شباب الخلاصه فيها شايف الاستبعاد. اخوي ابراهيم، الاستبعاد شوف سبحان الله. ممنوع يتاخد منها كل سلالات 15 وممنوع يوم يتاخد منها بدنا حتى تربيه. دي بدنا خلاص نقص الارنب هالسنون دي كل انذبح يعني لحم. بالشهر ويجي مرتين. مثلا لو هو عايز يعمل يعني انصح مثلا الاخوة يدخل عنده المربين الفلندر العملاق، ما يجيب له يشترون ارنبين ارانب تانيين تحديدا من عند السلالات مزرعه موثوق الا فيها ويبدا معروفة من يشتغل ويتوكل منين، على الله. من اي يبقى عنده مزرعة. سلاله يعرف يعمل منها سلالات. شوف يا انما حرام مع دلوقتي الاسف، الشغل زي ما انتم شايفين وحجم عملاق. شغل غير جيد وبدك بالمره. طبعا تخبرنا ما اخوي تنساش ابراهيم اللايك، ما انه تنساش شو الشير. الاسباب. يعني شكرا هي انا جزيلا عرفانها انها والسلام جايه عليكم سلاله، ورحمه الله وبركاته. سلاله هاي معرف مرض الله اعلم. ماشي اخوي ابراهيم، هاي كل 15 يوم بدنا نقص. ماشي، انت دقيقه وافصل ابو محمد، دقيقه. شايف اخوي ابراهيم، يعني اني انشر هاي نصيحة للاخوة المربين، يعني ما يشترون سلالة تحديدا. يلا شايف اخوي ابراهيم، هاي كل 15 يوم بدنا نشتغل هالشغلة. سبحان الله. سبحان رب العالمين. تحياتي يا اخي ابراهيم لك وللمشاهدين وكل الاخوة المربين. وحبيت اهدي هذا المقطع لاخوي ابراهيم، جزاك الله خير. وعلقنا على الموضوع. ماشي اخي ابراهيم، شوف سبحان الله. طفي. شايف خي ما شاء الله، هاي احجام عملاقة، بس اشتريناها مو من مصدر موثوق، اللي اشتريناها من عنده غشنة. ماشي، وانصحاني كل الاخوة المربين ما يشتروا ارانب الا من مصدر موثوق. شوف ما شاء الله. شايف خي ابراهيم،
عندنا أحجام عملاقة ما شاء الله، 10 كيلو. مع الأسف نحن هاي مخلينها للحم، ما يعني إن شاء الله ننتج منها للحم بس، كسلالة نبيعها لحدا لا. تحياتي لأخوي إبراهيم وكل المشاهدين، على راسي يا أخي إبراهيم، أشكرك وأشكر كل المتابعين قناة أخوي إبراهيم بلاط. سلام أخوي إبراهيم، شلونك؟ شو أخبارك؟ تمام أخوي إبراهيم. أنا عايشين الأسباب، شنو الأسباب؟ كبر السنون، لما تطول السنون بدنا يعني بالشهر بدنا نقص مرتين. ماشي أخوي إبراهيم؟ هاي كل 15 يوم بدنا نقص. ماشي يا أخوي إبراهيم؟ إيه شايف أخوي إبراهيم؟ بدنا كل 15 يوم بدنا نقص سنون الأرنب. يعني عندنا مشكلة وما بدنا نخلي منها يعني إنتاج فراخ أو شيء، يعني جاي تعذبنا. إيه سبحان الله، هي سلالة نحن مشترينها، يعني مو سلالة من عندنا، وأحجام عملاقة يعني ما شاء الله. شيخ إبراهيم، يعني أنصح كل واحد بده يشتري سلالة يعرف شو هي، يعني مو عشوائي. ماشي خي إبراهيم؟ هاي كل يعني 15 يوم بدنا نقول سبحان الله، وفي عناء وعذاب لنا وللأرنب. كل دقيقة شايف أخوي إبراهيم؟ شوف سبحان الله، كل 15 يوم بدنا نقص السنون، يعني بالشهر مرتين. يعني أنصح الأخوة المربين ما يشترون أرانب تحديدا السلالات إلا معروفة منين، من أي مزرعة. يعني شوف يا حرام مع الأسف، وحجم عملاق. وبدك تخبرنا أخوي إبراهيم إنه شو الأسباب. يعني هي أنا عرفانها إنها جاية سلالة هاي مرض الله أعلم. ماشي أخوي إبراهيم؟ هاي كل 15 يوم بدنا نقص. ماشي؟ أنت دقيقة وافصل أبو محمد، دقيقة. شايف أخوي إبراهيم؟ يعني أني أنشر هاي نصيحة للأخوة المربين، يعني ما يشترون سلالة تحديدا. يلا شايف أخوي إبراهيم؟ هاي كل 15 يوم بدنا نشتغل هالشغلة. سبحان الله، سبحان رب العالمين. تحياتي يا أخي إبراهيم لك وللمشاهدين وكل الأخوة المربين. وحبيت أهدي هذا المقطع لأخوي إبراهيم، جزاك الله خير، وعلى الغنى على الموضوع. ماشي أخي إبراهيم؟ شوف سبحان الله، طفي.